الاخبار يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English. وفي الفيديو دوت هنبدا اول فيديو لينا في سلسله ازاي تتعلم الانجليزي من البدايه. طبعا في ناس كتير كانت كلمتني في الموضوع دوت وقالت لي انت بتطلع تتكلم عن الاكسنت وبتطلع تتكلم عن البرونانسيشن وبتطلع تتكلم عن حاجات كتير. طب احنا عايزين فيديو او سلسله للناس اللي بتتعلم الانجليزي من البدايه تماما. فقررت اعمل سلسله للناس اللي هي زيرو في الانجليش وعايزه تتعلم انجليزي من البدايه تماما خالص، وعايز يبدا يعرف يعني ايه انجليزي ويتكلم انجليزي ويبدا في طريقه في الانجليزي من خلال سلسله الفيديوهات دي. فطبعا لو انت واحد من الناس بتعرف تتكلم انجليزي او الانجليزي بتاعك كويس، فيا معلم الفيديو ده مش ليك اطلاقا. ولو انت واحد لسه بتبدا طريقك في الانجليزي من البدايه وعايز تعرف كل حاجه من الاول ويعني انجليزي، يبقى تكمل معايا الفيديو ده للاخر، كوبايه الشاي بتاعتك، وتعمل السبسكرايب واللايك المتين علشان اقول كلام عظيم جدا. طبعا دعمك للمحتوى ده من الحاجات المهمه جدا ومن الحاجات اللي بتخليني ان انا اكمل واقدر ان انا اجيب لك اكبر قدر من المعلومات المفيده اللي تفيدك. فان شاء الله لو الفيديو ده جاب 500 لايك نكمل في السلسله دي للاخر ونخلي كل الناس تتعلم الانجليزي من الزيرو. كفايه بقى رغي كتير ونبدا ندخل في الموضوع على طول علشان الفيديو ده هيبقى طويل شويه، ويلا بينا. طيب مبدئيا بقى يا معلم، لما تيجي تتعلم الانجليزي في البدايه لازم طبعا تكون عارف ايه هي الفونكس بتاعه الانجليش وتعرف تنطقها ازاي، تعرف تنطق الحرف اصلا ازاي بالطريقه الصحيحه. طبعا انت زمان في المدرسه كنت بتنطق عادي جدا A B C D E F اي حاجه، فاهم؟ فده طبعا انت كده يعني ما بتنطقش صح اطلاقا. طبعا تتعلم في الفيديو ده ازاي اصلا تنطق الحرف بشكل صحيح وكمان بالبريتش اكسنت. اولا A ما تقولش A. B ما تقولش P، خلي بالك. C D E F G خد بالك من الجي ان هي بيبقى فيها زي صوت من الدي كده بسيط قبلها، يعني ما تقولش مثلا جي، لا هي جي يعني بتبدأها اكنها فاهم فيها دي بسيطة بعد كده جي بتكملها. اتش او في البريتش انجلش ممكن تقول هيتش. اي جي كي ما تقولش كي. ال ما تقولش ال، خد بالك عشان الحرف ده مهم جدا. ال ام ان او طبعا لو انت عايز تقول او عادي، بس طبعا بالبريتش انجلش بنقول او. بي يبقى انت طبعا عندك اللي فوق دي بي واللي تحت بي. كيو ار طبعا انت لو عايز تقول ار عادي مفيش مشكلة، بس حاول ان انت طبعا ما تقولش ار، ابعد بعيد عن الار تماما وقول ار او لو انت بتحب البريتش اكسنت. اس ما تقولش اس. تي يو V W X Y
زاد زاد زاد. طبعا انت لو عايز تقول زي ممكن تقول زي، بس ده امريكان. دي طبعا نطق الالفابت بالبريتش انجلش وبالستاندرد اكسنت. طبعا لو انت بتحب البريتش انجلش حاول ان انت تتابع على النطق اللي انا وضحته في البريتش علشان تبدا تعود نفسك على الاكسنت من البدايه. تعال نقولهم مره كمان بسرعه وانت ابقى كرر ورايا وانا بقول. A B C D E F G H or H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. طبعا تحتاج ان انت تكرر ورايا كذا مرة علشان تعرف ازاي تنطق الحرف مظبوط من البداية. طيب بص بقى يا معلم، نخش على الجزء الثاني من الحروف. وطبعا في حاجة اسمها letters type او نوع الحروف. عندك في الانجليزي انواع مختلفة من الحروف، زي مثلا الحروف المتحركة والحروف الساكنة. الحروف المتحركة اللي بنقول عليها الفاول ساوند، والحروف الساكنة اللي بنقول عليها الكونسونانتس. طيب تعال نشوف تعريف كل واحدة فيهم ايه، والكلام ده نشوفه ممكن هيفيدني بايه بالظبط. هنبدأ اولا بالفاول ساوند. الفاول ساوند التعريف بتاعها بيقول لك A vowel sound is produced with the mouth open and allows the air to flow freely through it from the lungs. طيب معناه ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان عشان تقدر ان انت تنطق المقطع بتاع الفاول ساوند او الحرف المتحرك صح، هو انت بتنطقه وبقك بيبقى مفتوح شوية، وبتحاول ان انت تسمح للهواء يخرج من بقك وهو بيعمل صوت الحرف وهو خارج. يعني مثلا على سبيل المثال الحروف اللي عندنا تحت ديت زي مثلا ال A وال I وال O وال U وال E. لو جيت بصيت على كل الحروف ديت هتلاقيك ان انت بتفتح بقك شوية او بتدوره وبتطلع هواء من جوه، والهواء دوت طبعا هو اللي بيعمل الصوت وهو خارج. A I O U E. نيجي بقى ندخل على الكونسونانتس. ايه هي الكونسونانتس؟ الكونسونانتس دي الحروف الساكنة اللي مش متحركة اطلاقا. طيب ايه التعريف بتاعها؟ A consonant requires the mouth and tongue to shape the sound. بيقول لك ان الحرف الساكن دوت بيخلي شكل البق واللسان يمثل شكل الصوت اللي انت بتعمله. تعالى كده نبص على الحروف الساكنة ونشوفها عاملة ازاي. عندك مثلا B C D F G H I J K L M N P Q R S T V W X Y Z. يبقى دي الحروف الساكنة، وال I A O U E دي الحروف المتحركة. يبقى انت كده عندك حروف ساكنة وحروف متحركة. وبس كده يا معلم. كده انت لو لسه بادئ تتعلم انجليزي من البداية وعايز تعرف يعني ايه انجليزي ايا يكن بقى خالص معرفتك عن الانجليزي عاملة ازاي، اول حاجة بتبدأ تعرفها هي ان انت بتبدأ تعرف الحروف وازاي تنطق الحروف صح. وده اللي احنا عملناه في الفيديو دوت. اتمنى طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف الفيديو اللي بعديه وتتعلم منه، وتسيب لي كومنت بهل السلسلة ديت كويسة مفيدة أكمل فيها ولا لأ. وطبعا تعمل لايك للفيديو علشان دعمك للفيديوهات اللي زي ديت هو اللي هيشجعني ويخليني أكمل للآخر لحد ما أوصلك لمستوى كويس. مستنيين إن شاء الله نشوف دعمكم على الفيديو دوت. محتاجين على الأقل 500 لايك. لو عرفنا نجيب 500 لايك على الفيديو ده ننزل الفيديو اللي بعديه تاني أسرع. وبس كده، وأشوفكم في فيديو جديد.